بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن هذا الفيديو الثاني إن شاء الله في قصتي مع تعلم السياقة، ولكن هذا الفيديو غادي يكون مميز على الفيديو الثاني. علاش؟ حيت اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم بعض النصائح وبعض الأشياء اللي تعلمتها أنا واللي منها تعلمت واللي عاونتني باش نتعلم، وكنتمنى أن هذا الفيديو يكون مفيد سواء شوية سواء بزاف للنساء اللي يعني يلقاو مشكل في تعلم السياقة وعندهم مشاكل وهذا وبغاو يتعلموا. كنتمنى نعاون الا عاونت غير وحده ساقت بسبب الفيديو ديالي غادي نكون سعيده بزاف. كنتمنى من كل قلبي نعاون ولو وحده. على العموم اذا غادي نبدا باول حاجه غادي نبدا الافكار اللي كانت عندي واللي ربما كاينه عندكم نتوما. شنو هي الافكار هي اللي كلها جايه من الخوف من السوقان، الخوف من السياقه. كتبان لنا السياقه بحال اولا اللي كيسوق كيبان لنا بحال شي بحال كيدير شي انجاز، كيبان لنا شي حاجه اللي هي صعيبه اللي ما يمكنش نديروها. هادشي ما كاينش. السياقه فاش غادي تعلمي الاساسيات وتعلميها مزيان وتولي يعني تسوقي مزيان راه غادي تجيك بحال غتبقاي تضحكي على راسك كيفاش انا ما كنتش كنسوق. انا الصراحه انا كنت كيبان لي بان انا ما يمكنش نسوق. علاش كيجيني هذوك اللي كيسوقوا راه شي حاجه عندهم شي حاجه ما كايناش عندي. ما فهمتش انا كيجيني بان ما يمكنش انا نسوق. علاش؟ ربما لان حسيت بالاحباط شحال من مره، لان شحال من مره وقعوا لي مشاكل وكنجي كنبغي نسوق هكا كنسى. وصراحه انا نقول لكم راه اهم الاسباب اللي خلاتني انا ما نسوقش مده طويله هي، وراني ديجا شرت لها في الفيديو الاول الى انتبهتوا، هي انني انا كنتعلم بحال دابا اليوم تيوقع مشكله ولا تيزعف عليا راجل شي حاجه، تنمشي واحد سيمانه جوج سيمانات ولا شهر ولا عاد باش نعاود نبغي نتعلم. راه الا مشيت غير سيمانه ما غادي عمرك ما تتعلم. الا مشيتي اليوم مشيتي درتي حصه وجلستي غير سيمانه عاد باش ديري الحصه الثانيه ما غاديش تعلمي. نصيحة اللي بغات تعلم تخرج كل نهار، تشد غير سيمانة واحدة وتخرج كل نهار. راه هذه أهم حاجة في أنك باش أنك تعلمي، هي أنك تخرجي اليوم تخرجي غد ليه تخرجي بعدو واحد 3 أيام 4 أيام تبداي تمكني شوية، سيمانة تكملي سيمانة غتولي تسوقي. ماشي نيشان بارفيتمون، ولكن المهم غتشدي جميع الأساسيات وغتبقى لك الممارسة غادي تبداي تما ابخي شويه بشويه. علاش؟ لان الشيء فاش كتعلم كتمشي اليوم الحصه الاولى كتعلم شي حاجه بسيطه، الغد ليه كتزيد على داك الشيء اللي تعلمتي تزيد حاجه اخرى، الغد ليه كتزيد حاجه اخرى من بعد، يعني كتعلم بعدا الاساسيات كاملين كتاخذهم في واحد السيمانه. في حين الا نتايا اولا انت مشيتي تعلمتي هذه الحصه هذه وجلستي حتى السيمانه الاخرى عاد باش تعلمي السيمانه الاخرى ما غاديش تعلمي حاجه جديده، لا غادي بحال تذكري داكشي اللي تعلمتيه في السيمانه الاخرى. وإلا حرضك ذكرتي داكشي اللي ما يعني ما تجي تسالي الحصه حتى اودي ما تجي تعلمي حاجه اخرى حتى صافي الحصه سالات. يعني ما يمكنش تشدي شي حاجه، غتبقاي ديما ماشيه للور عمرك ما تزيدي لقدام. داكشي باش اول نصيحه بعدا ركزوا عليها مزيان. اول نصيحه هي نهار مور نهار، خدي واحد السيمانه من التوقيت ديالك ولا 15 يوم ولا على حسب كل واحد فوقاش يتعلم. انا سيمانه الحمد لله يعني وصلت للهدف اللي بغيت ومن بعد راه عاودت لكم هادشي في الفيديو الاول باش بلا ما نزيد نطول. خدي واحد سيمانه واحد 15 يوم نهار مور نهار باش ان شاء الله تكملي مع الاخر صافي تهناي. ماشي باقي، راه كاين اللي كيخرج هادي عام ولا عامين وهي كتخرج حصه وتمشي وتعاد تخرج حصه وتمشي وتعاد تخرج حصه. شحال سنين هادي ومازال ما ساكتش بحال كيما كان واقع لي انا من قبل. اذا هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هي مهم بزاف. كيفاش هي انني دابا هاد النصيحه ما كنتحكموش فيها بزاف. علاش؟ لان هذاك اللي كيعلم على حساب هذاك اللي كيعلمك، هذاك اللي كيعلمك ولا هذيك اللي كتعلمك، المهم اللي كيعلمكم المهم كل واحد وطبيعته. بحال انا راجلي كان واحد المشكل كان كيعلق بزاف، يعني علاش ما درتيش هذه، علاش درتي هذه، علاش هذه، لا كان عندك تسبقي هذه، علاش درتي هذه قبل من هذه، علاش. يعني كان تعليق بزاف، داكشي كيشوشني كيوترني. وفعلا في الحقيقه راه هادشي راه ما تيعاونش، يعني الله يهديهم اللي تيعلموا راه هادشي ما تيعاونش في التعلم. وراه قال لك السفينه الا تيسوقوها جوج راه تتغرق. يعني الا انا بغيت ندير حاجه وانت تقول لي دير حاجه راه اييه مزيان الواحد يقول لك يعني يوجهك وهذا وراه معاك ويوقف معاك باش ما ترتكبش شي خطا وداكشي، ولكن شي حوايج اللي بساط خصو يخليك تاخذ القرار راسك. شي حوايج خصوصا اللي ما كترتبش عليهم شي حاجه خايبه، بحال مثلا فاش نبغي نديماري هذه مهمه بزاف. فاش كنبغي نديماري كتخربقوا لي الترتيب ديال الاشياء كتخربق لي. انا ما عرفت شنو كيوقع لي. كنجي كنبغي نديماري كان مثلا شي مره نعطيكم مثال. شي مره كنجي كنديماري
بعدا كل مره كنديماري مره واحده، والديمارج راه ما تديماريش مره واحده، تديماري دوره كونتاك جوج مرات، يعني المره الاولى شويه عاد الثانيه حتى كيطفاو واحد بولات هكا. المهم كنديماري ما كنهبطش فران امان، كنبغي نزيد. ها واحد جوج، واحد المرات مثلا نهبط فران امان ما ندوزش بريميو، نبغي نقلع انا مازال ما دوزت بريمي، كيفاش غندير لها؟ انا كنكسيري وانا ما دوزتش بريمي ولا يعني شي حوايج اللي هما اخطاء. راه هذاك اللي كيعلمك راه غادي يهبل، غادي تحطي تسطى، وداكشي كان كيزعف عليا رجل كيقول لي علاش هادشي منين كيجي؟ هو انه في الاول تيعودك ديري هادي ديري هادي ديري هادي، نو خاصني انا نست في افكاري، انا نتعود، لان ممكن ما غاديش يجي يبقى معايا واحد دائما يقول لي لا ديري هادي ديري هادي يلا ديماري دوزي بريمي ديري هبطي فرانها. نو هادشي خصو يكون مستف مرتب عندي في الدماغ. انا في الاول كان كيوقع لي مشاكل، وكي من بعد وليت كندير بحال كنت كونسونطرا انا مع راسي، نقول بسم الله توكلنا على الله، روح شنو غندير. اول حاجه هادي دي يلا، اول حاجه غنديماري دوز بروميي هبط فرانه ما ندير، يعني كنستفهم في مخي باش ما ننسى حتى حاجه. ولا مثلا شي مره تنجي نديماري في الليل وما تنشعلش الضو، ولا تيقول لي واه انت نسيتي الضو ما شعلتيش، ولا تنشعل الضو وانا مازال ما ديماريت، تقول لي وانت مالك علاش ديماريتي وانت مازال ما شعلتيش الضو. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني شحال من حاجه كنساها. دير الحاجه المهمه هي انني نستف المراحل باش نديماري، نستفهم هذه مهمه بزاف. دابا باش نديماري نجيو للقضيه ديال لومبرياج وكسيراتور، هذا هو المشكل اللي كيوقع للجميع، ولحد الان انا كيوقع لي في الطلعه كيوقع لي في الطلعه فاش تكون شي طلعه كبيره بزاف، يعني اللي كنسميو ديماراج كود ما كنقدرش عليه مزيان. يعني شي كتسكت لي حتى انا شي مرات في الطلعه. انا نهضر على عادي الديماراج العادي، يعني فلوطه في الهبطه في ديماراج عادي، شنو الارض مغطيه ولا شنو كيفاش درت حتى تعلمته. وهذا راه سمعته في واحد الفيديو هاد القضيه. يعني انا كان ديما كنوقف في فروج كتسكت لي وهذا حتى سمعت في واحد الفيديو شنو سمعت، يعني ودرت بهذيك النصيحه اللي سمعتها في داك الفيديو وخدمات معايا، وكنتمنى انها تخدم معكم كما خدمت معايا. كتهز على لومبرياج شويه بشويه بشويه، غير بشويه، حتى كتحس بالطوموبيل تحركات، تهزات هكا شويه، كتهز ولا كتحرك شويه، صافي في ديك البلاصه كتكسيري نيشان. انا اش كيوقع لي في الاول حتى كتسكت لي، كنهز كنعرف ديك البلاصه ديك النقطه فاش تنكسيري كنكسيري غير شويه، وكنهز نطير رجلي، كنخطف، كنخاف نكسيري بزاف ولا ما نعرف، كنكسيري شويه وكنخطف حتى فين كتسكت في البلاصه. اذا فاش كنكسيري نيشان، يعني ما نعاودش نطير نخطف رجلي على الكسيراتور ولا على اللومبرياج، ولا مثلا صافي هي بغات ديماري وكنخطف على اللومبرياج، لا ما نخطف لا على اللومبرياج ولا على الكسيراتور. لومبرياج انا كنطلع بشويه، الكسيراتور انا كنهبط بشويه، انا كنطلع في اللومبرياج وانا كنهبط على الكسيراتور. هذه بالنسبه للديماراج. هو في الايام الاولى راه ضروري غادي تسكت لكم، ضروري غادي يوقعوا مشاكل، وضروري غادي تسكت لكم في الفروج بالخصوص. انا كان عندي عقده يعني ديما خصها تسكت، وشي مرات تسكت ما كتبغيش تقلع والناس تشوفوا هذا. انا بعد هذيك القضيه ديال الناس، هذه نصيحه ثالثه لي مني ليكم، الناس ديروا عين ميكا ودن ميكا وما عرفت شنو، ديروا راسكم، هبطوا راسكم، تكونسونطراو مع الطوموبيل ديالكم، لان الا شفتوا في الناس وشفتوا الناس كتشوف فيكم وهزيتوا راسكم كتشوفوا في الناس اللي كيشوفوا فيكم، راه غادي تكرهوا، لان الناس ما كترحمش، خصوصا المراه. يعني كيشوفوا مرا سكتت على الطوموبيل وهذه كتعلم ما عارفاش كذا كذا، المهم الهضره وهذا داكشي كله خصكم ضروري يعني ديروا راسكم ما كتسمعوش والو، حتى الا حشمتي ولا لا خفتي ولا الا حسيتي بالاهانه فراه ما غاديش تعلمي. انا الصراحه تدميك ماشي شغلي. حاجه وحده اللي غنوصيكم فيها، سكتت لك في الفروج، ديري 4 بوزيسيون، يعني باش تامني راسك وبشويه عليك تتقلع صافي. يعني الواحد فاش يكون في سميتو شي بلاصه فيها الهبطه ولا هذا، يعني اصلا الانسان فاش يكون عاد كيتعلم مازال عنده هاد المشاكل، يتفادى البلاصه اللي فيها الهبطه، ولا باش ما ترجعش به اللور، ولا الطلعه باش ما ترجعش به اللور، ماشي هبطه الطلعه يعني على حسب اللور، ويتفادى البلاصه العامرين يعني حتى يتمكن، ومن بعد تما ماشي مشكل، يعني باش ما يكونش موراك بزاف الطوموبيلات انت موقفهم. فاكيد يعني ما غادي نمشي لبلاصه العامرين حتى
وحتى كي الواحد كيتمكن. وبطبيعه الحال مع الممارسه واحد الشهر هكا ولا شهرين راه غادي ان شاء الله الانسان ما يبقاش فيه عنده مشكل. اذا نجيو لاهم حاجه، يعني اهم حاجه تعلمتها كما قلت لكم قبل، يعني قلتها لكم في الفيديو اللي قبل، اللي تعلمتها من خلال الحديث اللي درت، واللي هي البوامور. وهذا البوامور نفعتني بزاف، يعني في السوقان بواحد الشكل ما تخيلوش. انا غادي نشرح لكم علاش. غادي نبدا بالموقف ديال الحديث. انا قلت لكم بان كنت كنوقف الطوموبيل، يعني كنبلاصيها مزيان باش غادي نحبس، يعني باش نفراني وتوقف، باش نوقف الرويض. اشنو وقع لي؟ تلفت بين كسيراتور الفران وانا نكسيري ودخلت في الحيط. اذا تخيلوا معايا لو انني مثلا في هذه اللحظه ما كنتش مدوزه برومي، كنت دايره بامور ودخلت لي في اكسيلاتور الفران، شنو غيوقع؟ غنكسيري وغدير الطوموبيل غتغوت وتبقى في بلاصتها، يعني ما تجيش تدخل في الحيط. وهذا الشيء علاش قلت لكم بامور كان مهم بزاف فاش نبغيو نوقفوا بالخصوص. في مواقف اخرى انا غادي نذكرها دابا، غير هو فاش تبغي توقف، فاش تبغي تقراطي الفيتاس، فاش تبغي تنقص السرعه، ديما البامور. غادي نبداو فاش تبغي توقف. فاش كنبغي نوقف خصوصا في فروج ولا في شي بلاصه هكا ستاسيوني ولا تندير بامور عاد نوقف. علاش؟ لان ممكن كما وقع لي انا نغلط بين الفران والكسيراتور وندخل في اللي قدامي. هو الا كان لاحظت ماشي مشكل، المشكله هي الا كان شي طوموبيل قدامي نغلط بيناتهم وندخل فيها. اذا هاد القضيه راه كتوقع في اليامات الاولين ديال السوقان. كيغلط الواحد بين الكسيراتور والفران، ممكن يعني ماشي اي واحد، ممكن يغلط الواحد. لهاد السبب هذا كنصحكم ديما فاش تبغيو توقفوا بامور الله يجزيكم بخير. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش نقراطي الفيتاس. ماشي كنجي كنكون انا في 60 وبغيت ندور شي فيراج، يعني مثلا مابقيتش ندورو ب60 ندورو ب40. ما نجيش ونقتلو نشنق الطوموبيل بالفران باش توصل 40 باش ندوز باش نردها من الكاتريام للطروازيام. ما كنديروش هكا. نكون في 60 كندير بامور، كان فراني بشويه. الا كانت المسافه مازال بعيده راه كندير بامور راسها كتبدا تنقص السرعه توصل 40 عاد ندوز الطروازيام. اذا هذه هي الاستعمال ديال البامور. هذا الشيء ما كيشرحوه الناس في المدارس ديال تعليم السياقه. ما عرفتش علاش ما تيشرحوش، حتى كاين حتى اللي ما تيعرفش يعلم مزيان ما تيشرحش هذا الشيء. شنو تيقول لك الا كانت 60 كطريام، الا كانت 40 طروازيام، وبيناتهم شنو ندير؟ هي بيناتهم غنبقى نقص شويه، ولكن كيفاش؟ شفتوا هذيك القضيه ديال كنطلع في السرعات كندوز الفيتاس ماشي مشكل، انا كنطلع وانا كندوز، ولكن فاش كنقراطي راه خاصها شرح. انا من قبل فاش كنت كنسوق كانت بحال دايره واحد العصابه تنتمشى، لان ما كنت فاهمه شحال من حاجه ما كنتش فاهماها. علاش كندير دوزيام؟ فوقاش غنديرو؟ علاش ما خصنيش نتمشى بزاف بالبرومي؟ علاش هادي؟ يعني شي حوايج انا ما فاهماهمش، انا غير تنطبق. تيقولوا لي ديري دوزيام دابا، ديري دوزيام، يلا دابا ديري تروازيام، يلا دابا ندير تروازيام، يلا. ولكن علاش خاصني نفهم باش انا بلا ما يكون معايا حتى شي واحد ندير داكشي باش لان المواقف كثيره، راه ماشي موقف واحد غادي تبقاو تواجهوه دائما. باش فاش نواجه اي موقف نعرف انا شنو خصني ندير، انا القرار ديالي. ما نخليش واحد يبقى يقول لي يلا دابا ديري تروازيام، يلا دابا ديري كاتريام. هذا راه ماشي تعلم، لا. خاصني نعرف فوقاش ندير باش فاش نكون انا بوحدي تنسوق وتعرض لشي موقف نعرف شنو ندير. اذا انا قلت لكم كان انسيستي على بامور في بزاف ديال الاخر باش نقراطي الفيتاس كما قلت. باش بغيت ندور ممكن انا ندير بامور تندور كندير في الفرح تندور كنعرف انا شنو هي السرعه باش درت تما. فاش كينزل الاخر كتنزل السرعه تما درت، لقيتها بان مازال في 40 راه تندوز طروازيام ونزيد، لقيتها نزلات حتى قريبه 20 كندير دوزيام ونزيد، درت كاع ومازال في 60 كندير كاتريام ونزيد. المهم كنقص السرعه. ممكن نقص السرعه وندوز الفيتاس عاد باش ندور. المهم داكشي على حساب العود الفيتاس وعلى حساب يعني استعمال ديال الشخص. بالنسبه للاخر انا غادي نعاود لان انا تنهضر بزاف وربما غادي نتلفكم في الاخر. كما قلت لكم البامور باش مهمه بزاف د الحوايج، ولكن انا نعطيكم واحد النقاط مهمين. قلنا باش ما توقفش الطوموبيل، وباش نقراطي الفيتاس، باش ندور في الفيراج ولا في الزحام. فاش كيكون الزحام هكا راه اللي تيسوق تيخلعوا الزحام
الزحام تيخلعوا، يعني فاش تيكونوا قدامك الطوموبيلات ما عارفهم غيفرانيو ما عارفهم غيزيدوا بزاف ديال الاخر، شنو كندير بامور وتنتسنى فوقاش. زاد ثاني نزيد ندوز بروميي ولا دوز دوزيام على حسب السرعه فين وصلت ندوزها ونزيد، ما زادش هاني واقف وما تسكتليش، لان ما دوزتش راه غتسكت. يعني هكا باش نفهم، باش ما نبقاوش حتى حنا غير رجلينا ديما على لومبرياج ديما. الحاجه الثانيه وفاش كنبغي نوقف في الفروج ضروري خصني ندير بامور باش ما نضربش اللي قدامي ولا لا قدر الله، و باش ما نخلطش بين الفران والكسيراتور. الا مشى يوقع هذا المشكل راه مشكل، نبغي نوقف وفي عوض الفران ديال الكسيراتور راه مشكل صراحه، لان انا وقع لي وانا عارفه شنو هي هذيك، انا ممكن توقع ممكن، يعني ماشي بعيد. هذه بالنسبه للبامور. غادي ندوزو لواحد الحاجه اخرى مهمه بزاف، واللي هي الفولون. اهم شيء هو انكم تضبطوا الفولون، لان الا ما ضبطوش فباش دوزو السرعات تيجي صعيب. راه شحال من واحد، انا راسي كنت غلطه، كنت كنقول لا انا راني ما نعرفش غير ندوز لي فيتيس، يعني لا ندوز الفيتيس سميتو مشى لي سميتو كاع ما كنعرفش ندوز. مي الفولون لا راه ساهل، ولكن العكس، الا كنتي ضبطتي الفولون وعرفتي تشدو بواحد اليد راه تدوز نورمال، ولكن الا ما ضبطتيش الفولون ومازال شادو بجوج يدين ومرعد ما تقدرش تدوز. حيت انا وقعت لي في الاول كنت شنو تندير، نبغي ندوز في الساعه دوزيام ولا هكا ولا كاتريام، ولا كندوز في الساعه وكنرجع يدي الاخرى للفولون لان ما تنقدش نشدو بواحد اليد. شنو تيوقع لي ندوز دوزيام بلاصه كاتريام بلاصه دوزيام، تيغلطوا لي هاد جوج بزاف، تنوقع فيها بزاف وتنشنق الطوموبيل وهذا. يعني الفولون خصكم تضبطوه، وهادشي باش تضبطوا الفولون انا كنقول لكم الفولون تيجي بالممارسه، ولكن خدموا عليه شي شويه فاش تكونوا كتعلموا، خدموا شي شويه، بقاو تمشيو مسافات هكا في شي تجزئه كبيره، ولا مهم تحركوا باش تضبطوه. حاولوا تدوروا، حاولوا مره تبداو تحطوا يد على رجليكم وخدموا غير بواحد اليد باش تعودوا تخدموا بواحد اليد. علاش؟ لان مهمه بزاف باش تدوزوا باليد الاخرى. راه ماشي كنقول لكم خدموا بواحد اليد باش غادي زعما باش نبان ولا باش غادي نسوق بواحد اليد، راه مهم تسوق بواحد اليد لان الفيتاس تدوزوا باليد الاخرى. الوغ خصكم ضروري تعلموا مزيان الفولون حيت هو مهم بزاف. وداك المشكل اللي كتلقاوه في الفيتاس راه المشكل في الحقيقه راه في سميتو في الفولون ماشي في الفيتاس، لان انا وقعت لي، انا كنت كندوز بسرعه باش نرد يدي الفولون وتيوقع لي مشكل، في حين الا ضبطوا الفولون راه ما غاديش يبقى هذا المشكل هذا. وكنتمنى ان هاد النصيحه هذه تاخذوها بعين الاعتبار. الحاجه الاخيره يعني السادسه والاخيره، هذه وصلنا 5 الحوايج، دابا الحاجه السادسه والاخيره واللي غادي نوصيكم عليها مزيان واللي راه شحال من واحد تيوقعوا ليه زاكسيدون بسببها، واللي هما المرايات. المرايات كنركز بزاف على المرايات ديال الجناب اكثر من ديال الوسط. المرايات ديما وزعوا نظركم على المرايات، النظر ديالي راه القدام واللور في نفس الوقت، تنشوف بالتوازي بين القدام واللور، خصوصا فاش نبغي نبدل بلاصتي، يعني نزيد اليمين ولا نزيد اليسار، فاش نبغي ندور في شي فيراج ندور في شي رونبوان، ديما المرايات. يعني اون فوا ماشي الطوموبيل نيشان ماشي مشكل، راني ماشي نيشان وحتى تما كنضرب دوره هكا نضرب الله هكا مره على المرايه، ولكن فاش نبغي نزيد للجنب على اليمين نزيد على اليسار، يعني نشد اليمين ديالي ولا نشد ولا نرجع لليسار ولا نبغي ندور، ديما المرايات اتونسيون المرايات اليسار واليمين، لان دابا راه ولاو الناس تيضبلوا على اليمين. قانون السير ما بقاش صراحه تيحترم بزاف نهائيا. ولاو الناس تيضبلوا على اليمين، مواتر البسكليتات هذا، يعني الناس حتى هما الراجلين، يعني الواحد خصو يرد باله مزيان مع المرايات. وهذه اخر نصيحه، وكنتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم. ردوا عليا الا كان عجبكم الفيديو ولا كنتو بغيتوا فيديوهات اخرى، قولوها لي في الكومنتير. كنتمنى يكون تفاعل مع هذا الفيديو هذا ومع الفيديو اللي قبل. الى لقيت تفاعل بطبيعه الحال غادي ننزل لكم فيديوهات كل نهار كما قالت لي واحد السيده في التعليق، وتنوجه لها تحيه. توجه ايضا تحيه لوحده اخرى اللي قالت لي واش ممكن، اسمحوا لي لان ما سجلتش السميات وانا تنسجل الاوديو، واش ممكن تعلم وانا عندي 54 سنه؟ كنقول لك راه اللاج ما عمره ما كان عائق امام التعلم، انسان ديما العقل ديالو جاهز انه يتعلم. فقط التحديات اللي كاينه في المجتمع ديالنا، انا كنقول لا المراه ما كتسوقش، لا المراه العيات ما كيسوقوش مزيان، لا هذه كتخلينا اننا نقولوا له ربما انا ما نقدرش نسوق، انا ربما انا صافي كبرت، ربما لا، ما كاينش هاد
ما كاينش نهائيا هذا العامل. فاي واحد يقدر يسوق، اي واحد كان صغير ولا كبير ممكن انه يسوق. ما تحبطوش راسكم، تشجعوا وسوقوا، لان مش السؤال ماشي شي حاجه صعيبه ابدا، فقط الانتباه والحذر ثم الحذر. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. في فيديو اخر ان شاء الله.